السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض أسعار العملات المصرية القديمة. كل العملات اللي في الخمسينات والستينات والسبعينات وخصوصا الستينات في معظمها بيجيب فلوس كويسة جدا، يعني الحاجة اللي عندك حافظ عليها على قد ما تقدر، خصوصا عملات النسر وخصوصا سنة 1964 سواء 5 أو 10 اللي هم ال10 قروش بيعملوا فلوس، ال10 مليم برضو بيعملوا فلوس. فحافظ على الحاجة اللي تحت ايدك. الفترة اللي جاية دي اللي هو شهر 12 ان شاء الله هيتعمل مزادات كبيرة جدا للعملات المصرية القديمة، فحافظ على اللي موجود عندك. النهاردة هنتكلم عن عملة ال10 قروش، ال10 مليم انا اسف 1964. العملة دي نادرة جدا جدا ومطلوبة جدا جدا جدا، ولو عندك حافظ عليها لانها بتعمل النهارده من 10 ل 15 الف جنيه. وبكرر، عملة ال10 مليم 1964 بتعمل من 10 ل 15 الف جنيه، ومواصفاتها وجه النسر، واهم حاجه وجه النسر اللي حضرتك شايفه، والجهه المقابله لها 10 مليم. تمام. جمهوريه مصر العربيه، لا